السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا حلاوة الأكل المصري. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أسعد حال. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الايس كريم. الايس كريم طبعا ده الوقت المناسب بتاعه، الجو بدأ يحرر. طبعا محتاجين حاجات بقى كده ترتب علينا، بدل ما نشتري الحاجات ديت من بره بتكاليف بتكون عالية. لا احنا ان شاء الله هنعمل مع بعض نكهات كتيرة من الايس كريم، هتبقى متوفرة عندك وموجودة في اي وقت. لولادك، للضيوف، لأي حاجة، المهم انها تبقى موجودة عندك. حاجة جميلة جدا وخفيفة وكمان موفرة. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، بس اتمنى الاول انكم تنوروني بالاشتراك وتفعلوا الجرس. وكمان اللي يعني لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك. يلا بقى نشوف طريقتنا وجبنا ايه ومقاديرنا ايه. اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنجيب رتل من الحليب او كيلو من اللبن، ويكون بارد كده على البارد ما يكونش سخن. ومعانا كمان 3 معالق كبار من اللبن البودر، و3 معالق كبار من السكر البودر، و3 معالق كبار من النشا. ده المقادير بتاعتنا بتاعت المهلبية اللي هنبدأ بها، يعني اللي هنعمل منها الايس كريم. اول حاجة طبعا هحط طبعا الحاجات اللي هي احنا قلنا عليها. هننزل بالسكر البودر. السكر هنا نكون طحنينه علشان ما يعملش مني كلاكيع كده، واضمن ان الايس كريم بتاعي يكون ناعم كده ومفيهوش اي كلاكيع. بقلب السكر كويس في اللبن، وبعد كده بنزل عليه بالثلاث معالق الكبار اللي احنا قلنا عليهم النشا، وبقلب كله كويس. وبعدين بحط 3 معالق بردك من لبن البودر، وبنقلب كويس. وبعد كده بنرفعه على النار، على نار هادية طبعا علشان ما يشيطش مني، وايدي دايما باستمرار فيه، يعني اقلب على طول بحيث ان هو ما يكلكعش مني، او كمان يعني يتلسع مني كده ويشيط ويغير طعم الايس كريم على طول. خلي بالك في المرحلة دي مهمة جدا، زي ما انا قلت ما تخليهوش يشيط منك، لان لو شاط انت كده غيرتي طعم الايس كريم، مش هيبقى حلو معاكي خالص. هنا ما شاء الله تقل معايا اهوت، بقت يعني مهلبية خفيفة كده. خلاص انا هنا بشيلها بقى من على النار، وبغطيها ب اي حاجة، بكيس تلاجة، بغطا، باي حاجة. المهم ان انت تغطي المهلبية بعد ما تبرد كده شوية، وبعدين تحطيها في التلاجة. تعالوا هنا بقى نعمل الكريم شانتيه. معانا كوباية كبيرة من بودرة الكريم شانتيه الخام، ومعانا تلت كمان كوباية، يعني كوباية وتلت. يعني انا وزنتهم لقيتهم حوالي 160 جرام. وحطيت كمان معلقتين من السكر البودر، وقلنا السكر تبع الرغبة او حسب ما انت عاوزة. ونزلت عليهم بمج كبير زي ما احنا شايفين كده من اللبن المثلج، علشان طبعا هنا هنعمل الكريم شانتيه. وبنجيب طبعا المضرب، وبنشتغل بقى لحد ما يبدأ يتقل معايا ويعمل لنا بقى الكريم بتاعنا. ما شاء الله طريقة زي ما احنا شايفين سهلة وبسيطة. المقادير غير مكلفة خالص، يعني تقريبا كده نص المقادير عندك في البيت، يعني مش هتكلفك كتير. بخلص بقى الكريم شانتيه، وبعد كده بحطه في التلاجة لحد ما ابدأ اعمل الحاجات التانية اخلصها بردك. انا هنا عايزة كل حاجة ساقعة، يعني المهلبية تكون دلوقتي في التلاجة على الاقل حتى تبقى باردة شوية، ما تبقاش دافية. وهنا طبعا الكريم شانتيه بردك علشان اخليه ساقع زي ما هو كده او احافظ عليه، بحطه في التلاجة شوية كمان. بتفضلي بقى تضربي فيه كده لحد ما يتقل معايا. ما شاء الله هو هنا خلاص الكريم بتاعي بقى تقيل معايا اهوت ما شاء الله، وبقى جاهز خلاص. يلا بقى نشوف بقية الحاجة هنعمل ايه، او بقية الخطوات ايه. طبعا احنا الايس كريم بتاعنا هنعمل بالمانجا، هنعمل ايس كريم بالمانجا، مانجا طبيعي زي ما احنا شايفين كده، كانت مثلجة متقطعة وطالعة من الفريزر بالشكل ده. ومعانا كمان الفراولة غسلينها ومنضفينها، طبعا هنشوف طريقة عصرها ازاي. طبعا واحنا بنشتغل مش هنضيف مية خالص للفاكهة، ولا هنضيف للمانجا، ولا هنضيف للفراولة. هنجيب الكبة وهننزل طبعا الفراولة تكون مغسولة كويس. الفراولة هنا ما كانتش متلجة معايا بصراحة، انا جايباها كانت طازة. وعملتها في الكبة، فرمتها كويس جدا. وكمان نفس الحكاية عملتها مع المانجا. اهم حاجة تنعميها كويس في الكبة كويس او في الخلاط. بعد كده بجيب طبعا المهلبية بتكون بردت معايا في اللي هي في التلاجة اللي احنا حاطينها، وانزل فيها كده، وبحط عليها كمية الايس كريم اللي معايا كلها، كمية الكريم شانتيه اللي معايا كلها.
وبعد كده ببدأ بنزل بالمضرب بردك. يعني انا هنا دلوقتي حطيت المهلبية وحطيت فوقها الكريم شانتيه، وبدأت اضرب كتير كده بالمضرب لحد ما كله يختلط في بعضه وتبقى جاهز، يعني تبقى جاهزة معايا. طبعا الكمية دي كلها هنعمل منها كل النكهات اللي احنا قلنا عليها، هنعمل منها الفراولة وهنعمل منها المانجا وهنعمل منها كمان الشوكولاتة، وهنعمل الايس كريم فانيليا، وكمان الايس كريم القهوة. كل الحاجات ديت هنعملها بإذن الله من نفس المكونات دي، يعني مكون واحد. انا جبت هنا مج كبير من الايس كريم اللي احنا جهزناه الخام، وهنبدأ ننزل في البولة كده اللي احنا كنا حاطين فيها الكريم شانتيه. وبعد كده ببدأ دلوقتي هنعمل الايس كريم مانجا في نفس البولة اللي انا عايرت بها الايس كريم الخام. هحط بردك المانجا، يعني نفس المقدار ده هيبقى نفس المقدار ده، وبضيفه عليه. بنزل كده على المهلبية بتاعتنا او الايس كريم بتاعنا الخام، وببدأ اقلب كل الحاجات دي مع بعض بالمضرب الكهربائي بالمضرب اليدوي، كله يعني سهل كده، لاني انا اساسا فرمة المانجا يعني ناعم جدا، فمش محتاجة المضرب الكهربائي تاني. فانا هخلط بالمضرب اليدوي عادي خالص بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ما شاء الله. حسيت كده ان اللون فاتح معايا شوية، نزلت عليه يعني حاجة بسيطة خالص، سنة صغيرة كده من اللون الصناعي، اللون الاصفر الصناعي الغذائي، يعني يكون لون غذائي، ما يكونش اي حاجة يعني، عشان يبقى مفيد وما يضرناش. وبعد كده بخلط تاني ونشوف بقى النتيجة في الاخر هتبقى شكلها ايه. بعد ما خلصت الايس كريم مانجا، جبت طبعا العلبة اللي انا هحطه فيها اللي هتدخل الديب فريزر، وبدأت كده انزل بالكمية اللي معايا في علبة التلاجة. وخلاص هو ده الايس كريم مانجا بتاعنا بقى جاهز معانا اهوت. ما شاء الله لذيذ جدا، وكمان مانجا طبيعي، ما احناش جايبين اي الوانات اي حاجة يعني تكون مكسبات طعم ولا الكلام ده كله، دي مانجا طبيعي خالص. ونغطي بقى العلبة كده زي ما احنا شايفين وندخلها الديب فريزر. تعالوا بقى نعمل الايس كريم فانيليا او النكهة التانية بطعم الفانيليا. هنجيب طبعا كيسين من الفانيليا، وهنزل على كمية كده من المهلبية او الايس كريم الخام اللي معايا بكيسين من الفانيليا، وبعد كده بقلبه كويس جدا. هنا الطعم بيبقى طعم فانيليا بس بيبقى لذيذ جدا وجميل، ولا بحط له الوانات ولا بحط له حاجه، انا بسيبه ابيض زي ما هو كده. وبقلب كويس قوي بالمضرب اللي معايا ده. وبعد كده بجيب علبه من علب التلاجة بردك وبنزل فيها بالكميه اللي معايا، وبعدين بدخلها تاني الديب فريزر. شوفوا قد ايه سهل، وعامل معايا كميه كبيره من كيلو واحد بس من اللبن، كيلو واحد من الحليب. تعالوا نعمل الخطوة التالتة او النكهة التالتة، الايس كريم فراولة. جبت بردك مج من الايس كريم الخام، على مج نفس المج فراولة مفرومة بالشكل ده ناعم جدا بيوريه خالص، واقلب كله مع بعضه، وبنزل بردك في علبة التلاجة، وبعدين احطها تاني. بس اهم حاجة هنا بتغطي العلب، مش بتسيبيها مكشوفة في الديب فريزر، لازم تتغطى. تعالوا بقى نعمل كمان الايس كريم شوكولاتة. كمية حلوة كده من او مج من الايس كريم الخام، هننزل عليه بمعلقتين كبار من بودرة الكاكاو. لو الكاكاو مش كويس هاتي شوكولاتة، ممكن شوكولاتة دارك وتسيحيها وتنزلي بيها في الايس كريم. بس هنا الكاكاو بتاعي الخام كان جميل جدا، وهو اصلا مخصص للحلويات، فهو تحفة، والطعم ما بيتغيرش خالص. هنا بقى خلاص خلصنا الايس كريم بطعم الشوكولاتة، دلوقتي هنحطه في علبة من علب التلاجة، وبرضك هنغطيها وهنحطها في الديب فريزر. تعالوا بقى نعمل الحاجة الأخيرة، هنعمل الايس كريم بالقهوة. صراحة ده احلى حاجة في كل دول، ده عشق بصراحة، طعم حاجة تانية يعني بيوديكي في مكان تاني خالص. معانا طبعا مج من الايس كريم الخام، هننزل عليه بمعلقة ونص كبيرة، تكون معلقة كبيرة كده ونص من القهوة الخام، القهوة بتاعتنا العادية خالص، وبنقلب كويس جدا مع بعض كده. لو عاوزة تحط لها قهوة سريعة الذوبان مفيش مشكلة، بس المتوفر عندي هي القهوة العادية خالص بتاعتنا،
فانا حطيت زي ما احنا شايفين كده وقلبته كويس، وبعدين حطيته في الديب فريزر بردك. خلاص كده كان كله جمد معانا، وما شاء الله بقى متماسك زي ما احنا شايفين كده، وبقى احلى ايس كريم معانا في البيت. تعالوا بقى يلا نعبي الكاسات بتاعتنا ونشوف الجمال. شوفوا الجمال قد ايه، حاجة كده من الاخر. بصراحة قعد معايا في الديب فريزر حوالي 5 ساعات بالظبط، علشان يعني نبقى احنا عارفين هو قعد معايا قد ايه. وما شاء الله دي القوام بتاعه حاجة كده جميلة جدا. ما شاء الله، هي بصراحة يا جماله حاجة كده تحفة ولذيذ، طالع مظبوط 100%. ولا حطينا اي يعني اطعمة مصنعة ولا اي حاجة، كله طبيعي في طبيعي. تخيلي كده لو انت جبت الكاس ده من بره، الايس كريم ده من بره هيكلفك قد ايه. هنا ما كلفناش حاجة خالص، حاجات بسيطة، يدوبك الكيلو اللبن وحبة حاجات كده من عندنا في البيت. حتى الفاكهة كانت مفرزة عندنا، يعني ما اشتريناش اي حاجة خالص. ما شاء الله حاجة كده تحفة زي ما احنا شايفينه كده، ناعم ولذيذ جدا. يلا اتشطري بقى واعملي الحاجات دي في البيت لولادك، وما تشتريهاش من بره خالص. دلوقتي بقى هنعبي كمان الايس كريم فراولة، ونشوف الايس كريم مانجا، والاتنين دولت هيبقوا شكلهم ايه. هنبدأ بالمانجا الاول. زي ما احنا شايفين كده طالعة بردك جميلة والقوام حلو جدا. يلا نشوف واحنا بنعبيها كده. شوفوا قد ايه الجمال، ما شاء الله. وده كمان الايس كريم مانجا بقى جاهز معايا، تحفة ما شاء الله، طعم لذيذ جدا، خرافة بجد. يلا بقى الصيف محتاج الحاجات ديت بصراحة، يعني هو ده الحاجة اللي ترتب عليكي بجد في الصيف. ودي كمان الفراولة هنعبيها بنفس الطريقة، ما شاء الله طالعة جميلة بردك معانا. يلا عبي بقى كل الكمية اللي انت عاوزاها وننزل بقى نبيعها. هنطلع احلى شوية كريم شانتيه، هيجيبوا لنا شوية فلوس حلوين. تخيلوا كده الكاس ده من بره لو اشتريناه هنجيبه بكام. عبي بقى الكمية اللي انت عاوزاها ويلا. ما شاء الله تحفة زي ما احنا شايفين كده. وده كمان الايس كريم شوكولاتة جميل جدا بردك. وطبعا احنا كمان عملنا ايس كريم بطعم القهوة، والكمية اللي احنا شايفينها دي جميلة جدا، طالع معايا كمية كبيرة من كيلو لبن واحد، حاجة كده خرافة جميل جدا. يلا الشطري وقومي اعملي لي ولادك. يا رب النهاردة طريقتنا في الايس كريم تكون سهلة وبسيطة، ويكون كده يعني الفيديو عجبكم. اتمنى لو عجبكم طريقتي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد بإذن الله. ويلا بقى ما استاهلش لايك، يلا حطوا لي لايك. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.